السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنا عارف إن أنا اتأخرت على الإجابة في السؤال ده، ولعلنا كنا مشغولين بإذن الله بمستقبل المدرسة، ولعلي أعلنت عن إن شاء الله بإذن الله إن المدرسة هتعمل حاجة اسمها المنحة الدراسية، منحة المدرسة الدراسية، وهتبتدي بإذن الله بتعلم تطوير الفرونت إند باستخدام الرياكت. كل البنيان المرصوص باذن الله هيبقى هناك. ان شاء الله هيبقى فيه تقسيط، هيبقى السكولرشيب دي هيبقى فيها تقريبا اكتر من 80% تخفيض من قيمه ال الاشتراكات، هيبقى ليها تقديم، هيبقى ليها امتحان، هيبقى ليها جوائز، ولكن بقى بصوره مور بروفيشنال بكتير وتحت مؤسسه، فتقدر تقول انك انت بتتدرب في شركة المدرسة اللي هي مسجلة في انجلترا، واللي قائم عليها 1 2 3. ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه اعتقد بتاع 21 كورس. هيبقى فيه 8 او 9 بتوع الاساسيات، 5 بتوع ال HTML وال CSS، 4 او 5 بتوع الجافا سكريبت، و3 بتوع الرياكت. هيأسسوك، هياخدوك من لا شيء، من زيرو لغاية لما تحط رجلك على الطريق انك تقدر تشتغل سواء جونيور رياكت انجينير، جونيور فرونت اند انجينير، جونيور جافا سكريبت انجينير. وان شاء الله باذن الله تباعا هيبقى فيه فول ستاك بميرن وكمان هيبقى فيه مسار بقدر الله للموبايل ديفلوبمنت باستخدام الفلاتر، وكمان غالبا ان شاء الله باذن الله يعني في مستقبلا هيبقى فيه في الكلاود كومبيوتنج وفي الديف اوبس. فان شاء الله باذن الله في ناس شغاله في الباك جراوند على خلاص. ان شاء الله قريب يمكن بعد شهر ونص ولا حاجه هيبقى فيه الكومبليت، يعني هيبقى فيه مسار للدارت كامل، وهنبتدي ان شاء الله في الفلاتر. هيبقى فيه ان شاء الله الباك اند باستخدام النوت جي اس، وساعتها وهيبقى فيه الداتابيز. فساعتها ان شاء الله هيبقى عندنا كمان انك تقدر في باذن الله المنحه الدراسيه دي هتفتح كل 4 شهور. الناس هتقدر تختار ما بين الفرونت اند والباك اند والفول ستاك والموبايل ديفلوبمنت. هنبتدي بالفرونت اند لان ده اللي شغالين عليه، وده اللي كان نفسنا جدا اللي احنا نعمله. انك انت تخيل يعني دلوقتي اللهم لك الحمد ناس كتيره بتشتري من بره، فمجمل المسارات مثلا ال4 مسارات دول تقريبا في حدود $700 في السنه. فتخيل اللي انت $700 دول بدل ما تدفعهم تدفع 2000 او 3000 جنيه متقسطين على ال4 شهور، فبحيث ان انت تيجي تدفع 500 جنيه وينزل لك مثلا اول مسار وتلاقي فيه تراك، يعني ده اللي انت محتاج تركز فيه، وهتلاقي فيه الاستادي جروبز، وهتلاقي فيه الناس اللي بتتابعك، وهتلاقي فيه الاجتماعات الاسبوعيه. 21 تقريبا كورس ب20 مشروع تقريبا ب25 شهاده. فالموضوع ان شاء الله كبير. فده طبعا ده جزء من اجزاء المدرسه اللي انا كان نفسي اعمله. طبعا مش كل الناس هتقبل، لان مش كل الناس تسأل على واحد اكسبيرينس مثلا وداخل عشان ينتفع بس، او ينتفع بالجائزه بالفلوس او الحاجات دي كلها مش هتحصل. فالموضوع ان شاء الله باذن الله هيبقى ممتع جدا، وخاصه اللي هو تحت مؤسسه مسجله ليها فيزيكال اكزيستنس، وتقدر اللي انت كمان تقول انك اتدربت فيها. وبحمد الله يعني دلوقتي بندخل في شراكات مع كذا انتيتي، وبنحاول اللي احنا الناس اللي تتخرج من المدرسه اللي احنا يبقى فيه امكانيه اللي نديهم مشاريع مدفوعه، او يدخلوا في مشروع يعملوا فيه اجزاء معينه، طبعا الناس المتفوقه، وياخدوا مقابله اجر، وتبقى حاجه زي ايه، زي دفعه ليهم، غير اللي احنا نعمل لهم شاوت اوتس على الموقع. يبقى في مكان للمتفوقين على السوشيال ميديا عندنا، على حتى البروفايلز بتاعتنا. فده بالنسبه للشخص فروم بيرسونال ماركتنج برسبكتيف هيبقى رهيب. وفي نفس الوقت انت اتكلفت تقريبا اللي انت ممكن تكون بتكلفه في يوديمي، ومش هتاخد يعني نفس المنتور شيب ونفس الاهتمام ونفس كميه الشهادات وكميه البروجكتس والحاجات دي كلها بالطريقه المدرسه بتعملها. لان اللهم بارك المدرسه قائمه على ناس اشتغلت في اكبر الشركات وفي شركات متوسطه وفي شركات مبتدئه، وكل اللي احنا بنعمله طالعين من اللي هو البيست براكتسز. احنا مش جايين مثلا، يعني مثلا في واحد بيجي يقول يا باشمهندس ما انت ال HTML الكورس حط فيه كل التاجز. لا، احنا مش W3 سكولز، احنا مش دوكيومنتيشن، احنا جايين عشان نعلمك ازاي تفكر. فهتلاقي مثلا اللي دوره المشاريع بتاعتنا بتاعت البايثون فيها 7 مشاريع بنعلمك ازاي تفكر، فكل مشروع فيه مرحله التخطيط، فبنعلمك ازاي تعمل بلاننج،
مين اللي بيعلمك تعمل بلاننج وترسم فلو تشارتس وتعمل ديسيشن تريز وبعد كده تعمل اكسكيوشن وبعد كده تعمل ديباجنج وبعد كده تعمل امبروفمنت يوزنج شات جي بي تي. فاحنا بنديك اللي هو ستيت اوف ذا ارت، بنديك الخبره بتاعتنا اللي احنا الناس بتشوفها وتقول لك انت ايه ده، انت ما فيش حد بيعمل الكلام ده. فده باذن الله مستقبل المدرسه زي ما قلت بقدر الله، يعني لعله خلال شهر تفتح القصه دي، والعدد فيها هيبقى محدود زي ما كنا بنعمل في البنيان عشان نقدر نخدمهم بطريقه كويسه. وكمان باذن الله يعني عندنا المنحه الدراسيه، عندنا الدورات ان شاء الله قريبا هتنزل اول دوره في الرياكت وبعدها تاني دوره وبعد كده هيبقى مسار ثالث دوره، واحمد علي هم اللي عاملهم، فهو عامل ابداع. محمد ابو شريع عامل ابداع في الجافا سكريبت، احمد علي عامل ابداع في الرياكت حرفيا يعني. فاحنا عندنا باذن الله المنح الدراسيه، تاني حاجه عندنا الشراكات، ثالث حاجه اللي احنا بقدر الله بندخل شراكات مع ناس شركات بحيث اللي يطلعوا يتخرجوا يقدروا اللي هم يشتغلوا في حاجات حتى لو فريلانسنج، لو اجزاء وياخدوا مقابلها فلوس حتى لو $100 $50 بحيث ان هم يحسوا اللي هم اشتغلوا في حاجه فعليه ويقدروا يضيفوها للسي في زي ما يقدروا يضيفوا المدرسه. فالمنحه زي ما قلت ان شاء الله هتبقى فيها تقسيط، ومش كل الناس هتقبل فيها، هيبقى فيها 21 كورس، 25 شهاده، 20 تقريبا 20 مشروع، هيبقى فيها جيت هاب بورتفوليو، هيبقى فيها لينكد ان بروفايل، هيبقى فيها سي في. ان شاء الله متفقين هينزلوا على المنصه، وان شاء الله نحاول ان احنا نساعد الناس منهم اللي هم يدخلوا في مشاريع حتى لو صغيره. هينزلوا على السوشيال ميديا عندنا على البروفايلز، فيعني وهياخدوا ان شاء الله باذن الله جوائز. فيعني اللي هو احنا ايه، ده اللي انا كان نفسي فيه طول حياتي، يعني اللي هو اللي عملت بيه البنيان بقدر الله انا والشباب، وبعد كده ان شاء الله باذن الله بقى ناخد الخطوه الجايه. عارف اللي انا في وقت من الاوقات سبحان الله قلت اللي هو الاثنين هيفضلوا موجودين، ولكن سبحان الله يعني انا لا انكر ان الانسان كل ما بيدخل في الشيء كل ما بيبقى عنده نوع من انواع ايه، والله ايه ده، لا ده كده هيبقى افضل، فبيتغير وده طبيعي يعني، ده مش شيء سيء طالما بيتغير للافضل. مش هيبقى فيه نساء، مفيش تبرج، مفيش ناس من اللي احنا كنا بنشوفها حتى في لينكد ان الحاجات دي. فالله المستعان، اسال الله عز وجل لكم التيسير، وان شاء الله اكون اجبت على السؤال ده. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.